ما ستشاهدونه الآن ليس في بلد عربي قمعي وليس في كوريا الشمالية، بل صور في البلاد الواطية كما هو اسمها لبييبا في هولندا. الشرطة مع كلابها البوليسية جنبا إلى جنب تقمع بالضرب وبالعض تجمعا لرعايا أتراك رفضوا بطريقة سلمية قرار السلطات طرد وزيرة الأسرة التركية ومنع وزير الخارجية من دخول هولندا للمشاركة في فعاليات ترويجية للاستفتاء التركي حول توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية. هل أصبح وجه هولندا يشبه التقاسيم الحادة لوجه رئيس الحزب اليميني المتطرف فيها خيرت فيلدرز الذي يريد طرد المسلمين وإقفال المساجد ومنع القرآن والحجاب، والذي سبق أن وجه رسالة طائفية للشعب المسلم في تركيا؟ An Islamic state like Turkey does not belong to Europe. All the values Europe stands for, freedom, democracy, human rights, are incompatible with Islam. Turkey voted for Erdogan, a dangerous Islamist who raises the flag of Islam. We do not want more, but less Islam. So Turkey, stay away from us. You are not welcome here. وفي الشارع الهولندي مسيرة لليمين المتشدد تشوه الصورة التاريخية للأتراك فضلا عن قيادتهم الحالية. البدلات العسكرية العثمانية التي يسخرون منها اليوم ما كانت هولندا لتبقى على الخريطة لولاها، ولولا المساجد التي تعلم فيها جد مولود جاويش أوغلو السلطان سليمان القانوني قيم الإسلام في نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف. عندما وصل الغزو الإسباني إلى أسوار هولندا استنجد ملكها بالسلطان فأرسل له 40 قميصا عسكريا من بدلات قوات الانكشارية العثمانية يلبسها لمقدمة جنوده، فتراجع الإسبان بمجرد أن اعتقدوا بأن الجيوش العثمانية تساند هولندا. ألا يستحي ملككم من طلب نجدتنا وسيسيء حفيدكم مارك روتيه وبيركوندريز الأدب مع حفيدنا جاويش أوغلو وحفيدتنا فاطمة بتول سيانكايا في القرن 21. ولكن يا سيدي نحن الآن ما زلنا في القرن 16. وكيف نتجاوز ما تناقلته مئات المواقع الإلكترونية من أخبار فيها إهانة لأحفادنا؟ يا عثمان أعطني الآيباد. الآيباد؟ نعم الآيباد. هولندا تصعد بوجه تركيا. الهولنديون يفرقون الأتراك. هل أتابع؟ ويل لهذا الجني، من أين أتاك بالأخبار؟ هذه الأخبار ستحدث بعد مئات السنين. هذا يعني أنكم لن تساعدوننا بسبب تنكر أحفادنا؟ بل سنساعدكم، ليس لأنكم تستحقون، ولكن لأن نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف من قوانيننا. عاش مولانا السلطان وعاشت السلطنة العثمانية. كم سترسلون من المقاتلين؟ مقاتلين؟ لا ضرورة للمقاتلين. سنعطيكم 40 بدلة من لباس قواتنا الانكشارية تلبسونها لجنودكم في مقدمة المواجهة مع الإسبان وتنتهي المشكلة. مولانا السلطان، مملكة هولندا تشكر جلالتكم، فقد فر الإسبان من المعركة عندما رأوا طليعتنا ببدلات جنودكم، ويرجوكم أخوكم ملك هولندا أن ترسلوا لنا بعض أحذية جنودكم يتقوى بها على الغزاة، وشكرا.